قبل الساسانية تأتي الإمبراطورية الأشكانية البارثية. اسمعوني، السيناتور كرونوس الروماني من روما جمع 10-20 فيلق روماني واجى يغزو الامبراطوريه البارثيه. حلو؟ تخيلوا مثل الافلام، تخيلوا مثل افلام الاكشن. كرونوس هذا ال شو اسمه السيناتور جمع جيش هائل روماني اجى يغزو، يعني البارثيين مسيطرين على منطقه الاناضول ومسيطرين على ميزوبوتاميا وعلى ايران شار وافغانستان، هاي كلها الدوله البارثيه الضخمه الامبراطوريه. فجاء يغزوهم، وصلوا الى مدينه الرها. طبعا ما في كل يعرف ايش معنى رها، لانك ما تعرف بهلوي بحياتك، ما راح تعرف اسماء المدن والقبائل والعشائر والمناطق الكليه، كلها بهلويه. المهم وصل لهنا، اجى جيش البارثي البهلوان بقياده من؟ رستم سورين. رستم اسمه بالبهلويه تكتب رستم سورين، قائد الجيش البارثي اللي يجي يقابل جيش الروم. طبعا هو اباد 7 فيالق رومانيه، بحيث كرونوس السيناتور استحى يرجع لروما فانتحر. هذا قائد اباد 7 فيالق رومانيه. وهذه ثاني هزيمه في التاريخ تلحق بالروم، بالجيش الروماني في التاريخ كله، بعد هزيمتهم عند روما على يد هانيبال اللي يسموه هانيبال القرطاجي. المهم مين قائد الجيش البارثي؟ قلنا اسمه رستم سورين. رستم هي الرستم اليوم. هي هوار على أمتي التي لا تعرف تاريخها. رستم هو رستم، لا زلنا نسمي آباءنا أسماء أجدادنا رستم. وماذا يعني كلمة رستم؟ طبعا اسأل أي كردي شو يعني من رستم؟ أقصى ما يعرف رستم زال، الشخصية الأسطورية الكردية المشهورة رستم زال، لكن ما يعرف إيش معنى كلمة رستم. تأصيل الكلمة ما يعرف إيش معنى، لأنه ما يعرف بهلوي. رو في اللغة البهلوية هي الرو. هذا رو، لازمنا نقول رو. ماذا تقولون بالكرمانجية؟ رو باللغة البهلوية رو تهم يعني القوة، البسالة، الشدة. ولا زال نحن نقول تهم. وهناك اسم تمينة في الكرد يسمون تمينة وتمينة. رو يضيفوا له اس، مثل هو يعني جيد يضيفون له اس عشان تندمج مع الكلمة فيصير رستم. هذا هو اسم القائد البارثي رستم، التي هي الرستم اليوم في الكردية. اسم عائلته ايش؟ سورين. ايش يعني سورين؟ الان مبيدة، مثل بالكردية نرمين، بفرين، نسرين، بروين. ان في نهاية كلمة سورين بينه. سور ايش يعني؟ ان وإن في البهلوية تحول الصفة إلى اسم. يعني نرم في اللغة الكردية يعني ناعم، صفة نرم، صفة ناعم. إذا بدك تحوله إلى اسم تسميه نرمين، تضيف له ياء ونون. مثل البهلوية إن يحطون علشان يصير اسم نرمين أو نرمين. سور يعني إيش؟ أحمر. حلو. لا، السور مو يعني أحمر. اللون الأحمر باللغة البهلوية يقولون صخر اللي أصبحت سور في اللغة الكردية. سور يعني سوير باللغة الكردية، يعني شور باللغة الكردية، يعني مالح. إيش بتقولون المالح في الكرمانجيتكم؟ شور. في السورانية يقولون سوير، يعني مالح، دلالة على الشدة والقوة. عائلة سورين هي إحدى هناك عائلة سورين وهناك عائلة كارين في أيام الأشكانية. هذول عائلتين مسؤولين عن كل شيء عسكري وحربي في الدولة البارثية، عائلتين حربيتين. فهذا رستم سورين هو من عائلة سورين، والتي تعني أهل الملاحة، يعني دمهم مالح، يعني ما بتقدر عليه. فهذا هاي الدولة الأشكانية يا أستاذي، وهذا هو رستم سورين. وهي معركة الرها اللي أبادوا فيها 7 فيالق رومانية
واللي فيها مذكور عظماء الامبراطور الملوك الاشكانيين مثل المهرداد الاول وفرهاد الاول وفرهاد الثاني ولخش